أنا آسف إني بابلّغك إن تصميمات السوشيال ميديا راحت عليك. إزيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، وحشني جدًا، ويا رب رمضان يكون كريم وسعيد عليكم وعلينا. للأسف من فترة للتانية بيحصل تغيُّرات في سوق العمل، والفترة دي حصل تغيُّرات ممكن تضايق بعض الناس اللي حسِّت إن هي الفترة اللي فاتت بذلت مجهود في تعلُّم تخصُّص زي تصميمات السوشيال ميديا، لإن كل فترة بيحصل زي trend كده في المجال، سواء كان مجال الجرافيك أو غيره، وتلاقي إن الناس بدأت تسعى إن هي تتعلم الحاجات دي، بس بعد فترة الحاجات دي بتنتهي وبيظهر حاجات جديدة، واللي بيخسر هنا هو شخص واحد بس اللي هو بيتوقف عن التعلم. في ناس تحس إن هي بذلت مجهود كتير في تعلم حاجة، فلما تحس إن هي بدأ يحصل فيها تغيرات تبدأ تتضايق وتهاجم الحاجة الجديدة، زي اللي حاصل دلوقتي مع تصميمات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ما لغاش تصميمات السوشيال ميديا، بس هو بقى مساعد فيها بشكل كبير. يعني إحنا كنا من فترة مركزين جدًا على تعلم التكنيك الخاص بتصميمات السوشيال ميديا، سواء بقى الظل والإضاءة والألوان والتفاصيل دي، بدأ الذكاء الاصطناعي يحققها بشكل كبير، وده أمر طبيعي بيحصل كل فترة، ييجي طرق جديدة تأثّر على الطرق القديمة. مش عايزك تقلق خالص من الAI، لإن هو كل فترة بيحصل trend جديد. حتى تصميمات السوشيال ميديا هي في حد ذاتها كانت تعتبر دخيلة على المجال أو trend على المجال، لإن كان في الفترة دي الناس مهتمة أكتر بالتصميم الطباعي أو التصميم المطبوع. حتى عملية التسويق كانت معتمدة أكتر على الdesign اللي على ورق، يعني الورق هو اللي كان بيتوزع، ما كانش بيتعمل حملات إعلانية على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا. كان لسه الموضوع فيه تخوّف من الناس تشتري عن طريق المنصات دي، فكان الأسهل والأفضل لأي حد يشتغل إن هو يعمل الdesign على ورق ويبدأ يطبعه، لإن هو طبعًا زي ما إحنا عارفين دايمًا إن عمليات الdesign مرتبطة بالعمليات التسويقية، فالعملية التسويقية انتقلت من سوق الطباعة بشكل كبير إلى السوشيال ميديا والإنترنت، ونقلت معاها الاهتمام بعملية الdesign الخاص بالسوشيال ميديا والإنترنت، فده برضه في حد ذاته كان حاجة trend. وفي ناس كتير مشيت في الموضوع ده وحاولت تتعلم وتخش في مجال بقى تصميمات السوشيال ميديا والتفاصيل دي، وفي ناس لأ، قالت لأ، أنا هافضل متمسكة بالحتة اللي أنا باعملها وهاشتغل شغل الطباعة أو أيًا كان الشغل اللي هم شغالين عليه، وده بدأ مع الوقت يأثّر عليهم ويعمل لهم خساير. وأنا النهارده جاي عشان أقول لك على 5 حاجات تاخد بالك منهم لو أنت حابب تأمِّن نفسك من الذكاء الاصطناعي وما يبقاش عندك أي قلق أو خوف من المستقبل. بس يا ريت لو أنت مهتم بالموضوع ووصلت معانا لحد هنا، ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعّل زر الجرس، لإن أنا عارف إن أنا في الفترة الأخيرة مُقِل في المحتوى، والحاجات دي هتفرق معايا وهتأثّر معايا كتير. وأول حاجة معانا تاخد بالك منها الفترة الجاية، وهي دي تعتبر الأساس للاطلاع، إن أنت تكون مُطّلع على الجديد. يعني دايمًا بتشوف إيه الجديد في مجالك وبتتابع، ما تحاولش تبعد عن الموضوع ده، لإن الموضوع ده مهم جدًا، لإن هو ده اللي بينجّح ناس ويوقّع ناس. ممكن عن طريق تطوُّر بسيط في مجالك أنت تبدأ بالاطلاع ومعرفته، تلاقي نفسك فرقت عن ناس كتير في المستقبل. خُد بالك من النقطة دي، دايمًا خلّيك مُطّلع، ودايمًا خلّيك بتعرف إيه الجديد وتحاول تتعلّمه، لإن التعلُّم دي حاجة ما بتنتهيش. أول ما تحس إن أنت خلاص مش هتتعلّم تاني، يبقى أنت اعرف إن أنت كده في مرحلة الفشل، مهما كان نجاحك ومهما كان مستواك ساعتها. تاني حاجة معانا لازم تنمّي خيالك. يعني مثلًا إحنا دلوقتي عارفين إن إحنا بقينا بشكل كبير بنعتمد على الذكاء الاصطناعي في توليد تصميمات خاصة بشغل السوشيال ميديا والتصميمات الإبداعية بشكل كبير. فإحنا دلوقتي محتاجين أصلًا يكون عندنا خيال، إن يكون خيالي أنا واسع. طب أنا خيالي هيبقى واسع إزاي؟ خيالي هيبقى واسع بإن أنا أكون باتفرّج كتير عشان أبقى عارف حتى لو أنا هاشتغل بالAI إن أنا أقول له إيه أو أقول له يعمل إيه. لازم يكون في عندي أنا الأصل. لازم تكون عارف إن أنت الأصل. كل الحاجات اللي أنت بتستخدمها عشان توصل للغاية بتاعتك دي عبارة عن وسائل، سواء بقى كان بالAI، سواء كان ببرامج جرافيك مدفوعة، سواء كان ببرامج جرافيك مجانية، أيًا كان اللي أنت بتستخدمه دي تعتبر وسيلة، لكن أنت الأصل. كيانك هو الأساس، كيانك وإبداعك الشخصي هو الأساس، وده بتقدر تطوّره. لو أنت حابب المجال ده أنت بتقدر تطوّره عن طريق الاطلاع والفرجة والمتابعة والتمعن في الموضوع، التركيز. يعني مش الفرجة وخلاص، أنا باتفرّج وباركّز هو عامل إيه في التصميم ده، وبيستخدم ألوان إيه، لإن ده الشغل بتاعك، دي شغلانتك، سواء بقى بتتعمل بالذكاء الاصطناعي، بتتعمل بالفوتوشوب، بتتعمل بورقة وقلم. أنت هدفك في الآخر النتيجة اللي أنت هتطلّعها.
فلازم يكون خيالك هو الأصل، وده طبعًا أنت هتشوفه ما بين نتائج الناس حتى باستخدام الAI، ده أصلًا عقليته عقلية designer فمطلّع نتيجة قوية جدًا لإن هو عنده خيال إزاي يطلّع design بالشكل ده، عارف هاحط كذا وكذا وكذا، ده هيبقى مأثّر على النتيجة النهائية، فدي نقطة لازم تاخد بالك منها جدًا. تالت حاجة ودي حاجة لا غنى عنها، إن أنت تكون معاك الbasics الأساسيات، ودي حاجة إحنا المفروض كنا نحطها في المقدمة ودي حاجة مهمة جدًا، الأساسيات دي اللي هي تعتبر الشغلانة بتاعتنا، أبقى فاهم يعني إيه الألوان ويعني إيه التكوين ويعني إيه الإضاءة، وأبقى فاهم التفاصيل اللي هي تخص فكرة الdesign بشكل عام، ما لهاش دعوة بالtools، إيه الفرق ما بين الصورة الJPG والصورة الPNG، إيه اللي ينفع استخدمه في الطباعة، طب أنظمة الألوان يعني إيه RGB ويعني إيه CMYK. التفاصيل دي الأساسية دي لازم تكون أنت مُلِم بيها وعلى معرفة بيها، ودي ممكن إن أنت تحاول تتعلمها سواء من على الإنترنت أو إن أنت تاخد فيها كورس، لإن الحتة دي مهمة جدًا ليك كgraphic designer، ما ينفعش تكون أنت شغال في المجال أو شخص هتبقى متخصص أو professional أو ده مجالك أو ده تخصصك وأنت ما تعرفش الأساسيات، يعني إيه layers يعني إيه دمج، هي إيه الpixels، هو إيه الvector، كل دي حاجات أنت لازم تكون عارفها عشان تبقى graphic designer محترف مش هاوي، وفاهم أنت بتعمل إيه مش حافظه، فدي نقطة مهمة جدًا، اهتم جدًا بمعرفة الbasics أو الأساسيات. رابع حاجة ودي حاجة برضه لازم تهتم بيها، الprocess اللي أنت بتمشي عليه. معرفة الإجراءات اللي أنت هتتحرّك فيها، وإيه أسرع الطرق اللي تخلّيني أنجزها بسرعة وبسهولة، الحتّة دي مهمة جدًا، يعني لازم تكون أنت فاهم إيه اللي يقدر يسرّع معاك الإنتاجية في مجالك، يعني مجال الgraphic design مجال الوقت فيه عنصر مهم جدًا، حتى لو لفكرة تعدُّل الاختيارات، يعني أنا أقدر أعمل تصميم في ساعة وأقدر أعمل تصميمين في ساعة، رعاية الوقت مهمة جدًا في مجالنا من ناحية الbusiness اللي هو أصلًا مجالنا أساسًا معتمد على الbusiness معتمد على الشغل، فالشغل يعني وقت ويعني سرعة، أنت لازم تهتم بالحتّة دي، إن أنا حتى لو هاستخدم الAI أبقى أعرف إيه أسرع الطرق اللي توصّلني للنتيجة اللي أنا عايزها بسهولة، في الطباعة ليها طريقة، لو أنت بتشتغل على لابتوب ليها طريقة، لو بتشتغل على موبايل ليها طريقة، أنت لازم تشوف إيه الsequence أو إيه الprocess اللي أنت هتمشي عليها بالضبط عشان توصل للموضوع اللي أنت عايزه أو للنتيجة اللي أنت عايزها بأسرع وقت، أحسن جودة ممكنة. خامس حاجة وآخر حاجة معانا وهي إضافة مهارات جديدة، لازم دايمًا وأول بأول تضيف لنفسك مهارات، ما هو أنت اللي هيخلّيك مختلف عن غيرك، إن أنت قوي في أكتر من حاجة، فلازم مع الوقت تضيف لنفسك مهارات، بس التركاية أو الغلطة اللي أنت ممكن تعملها هنا، إن أنت تضيف مهارات جديدة وأنت مش متمكن من القديم، ده الغلط. يعني لازم أشتغل على نفسي في حاجة لحد ما أبقى قوي فيها، وبعدين أبدأ أضيف لنفسي مهارات جديدة، يعني أنت مثلًا اتعلمت قنوات السوشيال ميديا، فأنا خلاص أتمكن من الموضوع ده سواء بقى اتعلمتها بالAI اتعلمتها من غير AI أيًا كان، اتمكنت من الموضوع ده وبقيت أعرف أطلّع نتايج فيه قوية وبقيت شايف نتايجي منافسة للسوق، خلاص واشتغلت عليه فترة وبقت سرعتي كويسة وأدائي كويس وما بقاش عندي عيوب أو عندي صعوبات في الحتة دي، بعد كده بقى تبدأ تقول أنا هاتعلم مثلًا video editing، أنا هاتعلم visual effect. أنا هاتعلّم 3D أيًا كان، بس أنت خلاص معاك حاجة أنت متحكّم فيها ومتمكّن منها، فخُد بالك من الحتّة دي جدًا، لازم كل فترة تحاول إن أنت تضيف لنَفْسك حاجة جديدة، بس ما تكونش أنت في الفترة دي كنت كسلان وما بتتعلّمش الحاجة اللي أنت عارفها أصلًا، فلازم تطّلع وتكون عارف مجالك وتخصُّصك وتبدأ بعد كده تطوّر من نَفْسك في حاجة، حاجة، ده طبعًا هيأثّر عليك وهيأثّر على نجاحك سواء نجاحك الشخصي أو المادي وعلى كل المكتسبات اللي أنت هتاخدها من المجال بتاعك، وفي النهاية هارجع أقول لك برضه إن لازم تكون عارف إن أنت الأصل وأنت الأساس، كل الحاجات دي هتتغيّر وهتتبدِّل، وأنا عارف إن النهارده الذكاء الاصطناعي بيشتغل بطريقة معيّنة، بُكرة هيبقى بيشتغل بطريقة معيّنة، فأنت لازم تهتم إن أنت تطوّر من مهاراتك والskills بتاعتك الشخصية علشان تقدر تنجح أيًا كانت التغيُّرات اللي ممكن تحصل في مجالك أو في أي مجال تاني أنت داخل فيه. وفي النهاية أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.